هلا تتلقى. انا عم شوف انه هي بتطلع بتدعي بتعرف الله بتخاف الله وعندها اولاد. ناسي لها علاقه بكل شيء، مستحيل. لانه لو كانت عن جد هي عندها اولاد وبتخاف عليهم وكل شيء كانت ما تصرفت معي هيك. ما بعرف، كل الدنيا ماشي انه بس بالمصاري، كل الدنيا انه حلوه بس بالمصاري. احيانا بيكون واحد معه ملايين وما انه مرتاح. ما كل الدنيا مصاري. انا لما عم بفيق ابني وعم يبكي وبده يعني ما كل المصاري كل شيء مصاري. يعني انا ما بعرف، انا بشوف انه الولد لما بفيق وعم يبكي وبده امه، ولا احمد لما بيقعد بيبكي ومثلا بيسال على امه، ما كل الدنيا مصاري. انا بعتهم قلت لهم جربوا انتم شوفوا بترتاحوا، اذا ما ارتحتوا انا ماني متنازله عنكم. مع الصوت انا رح نزل الصوت ورح نزل حتى محادثات. طالما انه انا ما عم كذب بشيء بنزل كل شيء، ما عندي مشكله بانه انزل الصوت وانزل محادثات. باين هو لطيف، هو انا ايهم بطبعه لطيف، ايهم بيركض على الكل بيلفي على الكل، هذا طبعه لإله. يعني هذا طبع في ايهم، مو بس انه والله بس هو مع ناسي هيك، هذا طبع في ايهم بيلفي على الكل، بيقرب على الكل. هلا شخصيته غير شخصيه احمد، يعني اكيد ما في حدا يعني مثل الام ومثل يعني حنانه على الاولاد. اللايف اللي قبله كمان رجعت نزلت تسجيل، وفي عندي كثير اصوات. يعني انا عندي صوت لإله، في حتى صوت لإله فيه كثير غلط، يعني كثير فيه في الصوت اللي عندي. يعني بيبكي ايهم. ما انا متواصله، ما انا برجع بقول لكم، انا لما بعت اولادي ما انه ما خلص كبيتهم ودرت ظهري ورحت شفت حياتي وما سالت عنهم، لا. انا كان في شرط انه اذا انا الاولاد ما عندك تبعت لي اياهم لعندي. يعني انا متواصله وعم بعرف اخبارهم وعم بحكي مع امه لإله وبتواصل معهم. ما انه والله مثلا انا خلص بعتت الاولاد ودرت ظهري ومشيت مع امه. يعني ضل واحد اغلى من امه؟ ضل معه. انا وقت كانوا عندي الاولاد احكي معها وسلم عليها وكل شيء. وقت اللي صاروا عندهم الاولاد انا ما بحكي مع نانسي. انا في مكالمه عم بحكيها مع ريتشو كانت هي جنبه وعلقت وصارت تحكي انه وقت اللي صاروا عنده الاولاد على كيفه بيفك لي الحظر، على كيفه بيحظرني، على كيفه بيرجع لي الحظر. خلص صار الشيء مثل ما بقول بايده. انا ما عملتك هيك لما كانوا عندي الاولاد، ما عملتك هيك. كنت خليك تتواصل معهم وتحكي معهم وما حظرتك. ليش انا ما حظرتك؟ ليش خليتك الاب اللي ما في منه بنظر اولادك ومرت الاب، وخليت انه كل شيء انا فهمته لاولادي انه هن عيلتكم وهن كل شيء. ليش هو العكس؟ ليش هو لما صاروا مع الاولاد طالعني غريبه؟ صار اذا بدي احكي باي كلمه، اذا بدي اسال ابني انه انت مبسوط او مرتاح، انت ما خصك ويسكتني. انا ما عملتك فيها الطريقه اللي انت عم تعاملني فيها. وصار ينزل لهم فيديوهات وكل شيء. الدنيا كلها شافت انه انا مالي زير، لا حقد في قلبهم للاولاد على ابوهم، ولا حقد بقلبهم على مرت ابوهم، ولا على اخواتهم، ولا شيء ابدا. بعتهم ما رح، يعني قلت لك في تعليقات كثير انه انا لو كنت انا بدي اياهم ما بعتهم. في شيء اسمه انه انا بعتهم يجربوا يعيشوا عند ابوهم. في شيء انه واحد اسمه بعتهم يجربوا حياتهم عند ابوهم، يشوفوا اذا هن مرتاحين، اذا هن مبسوطين. انه عندي ما عندهم اذى لحدا. انا وهن، انا وقت اللي كانوا عندي فهمتهم انه نحن ما بنأذي حدا. يعني لا عندهم اذى ولا انا اذيت حدا. انا اكثر حدا هو اذاني هو ريتشو اللي انا ما كنت مأذيه معه، ولا اذيته ولا اذيت غيره حتى. انا لما طالعه بقول انه رب العالمين معي، لانه انا عرفاني حالي انه انا ما اذيت حدا. يعني ما بعرف، بستغرب انه انا عم اقول انه انا اللي تركت واخذت اولادي ونزلت على سوريا وهربت منه هريبه، بتقلي لانه ما رجع لك. بيدخلوا لعندي بيقولوا لي انه والله لانه ما رجعك. انا عم اقول اذا بموت وبعيش وما بيضل زلمه بالدنيا كلها ما برجع لريتشو. انا الشيء اللي دقته منه، يعني انا العدو ما بريد حدا يدوقه. بيرجعوا بيقولوا لي انه ليش ما رجعك.